لو انت كيف قهوه زي بقى، فانا بحب القهوه تكون كريمي وشها تقيل كده ومتماسك وقوامها يكون كله تقيل، واشرب القهوه لحد الاخر. 100 جرام من البن البرازيلي هيخليها لي كريمي جدا، 75 جرام من البن الحبشي اللي هيخلي ريحتها حلوه جدا، 50 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديني تيست الكولومبي وما فيهوش اي نسبه مراره، 25 جرام من البن الهندي روبستا طعمه مش هيظهر بس هيظبط لي القوام بتاع القهوه. بحوجها بقى ايه ب 2 جرام من القرنفل كده على 10 جرام من الحبان، بحب طعم الحبان في القهوه، لو انت ما بتحبوش ما تضيفوش. باخد 2 جرام بردك من الورد، بحب ريحه الورد بردك، لو انت ما بتحبوش ما تضيفوش. وباخد عودين من الجينسنج بس لازم تضيفه عشان بيدي طاقه وباور حلوه جدا لو انت بتروح الجيم. وباخد 2 من جوز الطيب، وبقلب الكلام ده كله وانزل بيه في مطحنتي وانا على فوده، وكل يوم بنزل لك خلطه قهوه. لو انت كيف قهوه زي بقى، فانا بحب القهوه تكون كريمي وشها تقيل كده ومتماسك وقوامها يكون كله تقيل، واشرب القهوه لحد الاخر. 100 جرام من البن البرازيلي هيخليها لي كريمي جدا، 75 جرام من البن الحبشي اللي هيخلي ريحتها حلوه جدا، 50 جرام من البن الجيتومالي اللي هيديني تيست الكولومبي وما فيهوش اي نسبه مراره، 25 جرام من البن الهندي روبستا طعمه مش هيظهر بس هيظبط لي القوام بتاع القهوه. بحوجها بقى ايه ب 2 جرام من القرنفل كده على 10 جرام من الحبان، بحب طعم الحبان في القهوه، لو انت ما بتحبوش ما تضيفوش. باخد 2 جرام بردك من الورد، بحب ريحه الورد بردك، لو انت ما بتحبوش ما تضيفوش. وباخد عودين من الجينسنج بس لازم تضيفه عشان بيدي طاقه وباور حلوه جدا لو انت بتروح الجيم. وباخد 2 من جوز الطيب، وبقلب الكلام ده كله وانزل بيه في مطحنتي وانا على فوده، وكل يوم بنزل لك خلطه